يعني انت قصدك ان احنا نشوف مداخل ولادنا وبدل ما نبتدي نكبتهم او نضغط عليهم او نجبرهم على حاجه نبتدي نخش لهم منها. طيب هقول قاعده خطيره. الله فاطرنا على الحريه. الاجبار، الاكراه، السيطره عكس الحريه ومنهي عنهم دينيا. اذا دخلت على اولادي باجبار وسيطره واكراه، الحريه اللي ربنا فاطرها جواهم هترفض ده، هنقوم مسمينه عند. بس الحقيقه انت اللي بتعاند مش هم. فهو بيحمي حريته. ليه تجبرني؟ لو انا فهمت بس حريته دي فيها حاجه غلط. ما انا عارف، هو مش فاهم بالظبط، بس هو بيحمي حريته. فانا هدخل له زي ما بتوع الشيشة داخلين حريه وكله متاح واعمل اللي انت عايزه. بيدخلوا بحريه لصاحبه، صح ولا غلط؟ صح. بعد كده بيوجهوه. فانا هعمل كده كمان كأب وكأم. هدخل بالحاجه اللي بيفضلوها وبيستمتعوا بيها، وهدخل بخيارات، والخيارات ممتعه وهو اللي بيختار. واذا خيرته هيبقى هو اللي مختار ومستمتع. حتى على فكره والله العظيم بنعملها حتى مع اولادي. طب يا حبيبي لو انت غلطت اختار نوعين من العقاب، تحب العقاب ده ولا العقاب ده؟ انا بقيت بعمل كده برضه. فلما هو اللي يختار، انا اللي مختاره، فلما اجي اعمله اقول له انت اللي اخترت يا حبيبي. فانا برضه دخلت له بحريه. صح.